لا يا فندم، هو اللي مات ده كان الهك يا فندم، اللي مات ده كان اله حضرتك يا فندم، لان انت ايمانك المسيحي بيقول فافتخار الكنيسه ان الله مات على الصليب. فاهمني يا استاذ؟ انت ايمانك بيقول فافتخار الكنيسه هو ان الله مات على الصليب، فاللي مات ده اله، واحنا قاعدين على قلوبنا اي حد فينا هيموت. طب ماشي هيموت، ايه المشكله؟ هل ده ينفي ان انت بتعبد انسان بياكل ويشرب وبتعبد انسان بجد؟ هل الكنيسه لما تقفل صفحتي كده هي نفت عن نفسها عباده انسان؟ ما انتوا هتظلوا بتعبدوا انسان برضه، مفيش اي جديد حصل. يعني انتوا لما تقفلوا الصفحه لو انا مت او اي اخ من الاخوه، هل كده المسيحيه انتصرت؟ هل كده الايمان المسيحي رائع وجميل؟ هل كده انت ما بتعبدش لقمه، انت بتعبد خمره؟ انت متخيل؟ انت مش بتشربها. المش انا بتضايق قوي لما الاخوه يجوا يقولوا الخمر حلال في المسيح. حلال ايه؟ ده بيعبدوها، هم بيشربوها بس. ده الولد الصغير 40 يوم لازم يشربها بعد التعميد، يوم التعميد. البنت 80 يوم، لان البنت بتتعمد بعد 80 يوم لان نجاستها ضعف نجاسه الولد. لازم يشربوها، يحطوا لها معلقه خمره 80 يوم. عارف 80 يوم ده يعني كام شهر؟ يعني ال3 شهور اقل من 3 شهور. انتوا متخيلين؟